السلام عليكم متتبعي الأوفياء، معكم قناة حكايات وأساطير مغربية. كان يا مكان في قديم الزمان وفي قبيلة بعيدة ما توصلها إلى ما عندك حيلة. كانت طريقها طويلة، المنى تسالي وهي ما تسالي. والعجيب في أمر هاد القبيلة أن كل مرة تبدل طريقها، الطريقة اللي جابتك اليوم ما ترجعك غدا. وهاد الشي كان بسبب واحد الساحرة كان اسمها عقيصة، كانت ملكة البلاد والعباد، وكان سحرها ما يفلتوا منه غير الشداد. وكانت في القبيلة واحد المرأة طيبة جوادة تعطي بيديها ولسانها، وكان عندها واحد الجنان خيرات القبيلة كلها منه، تعطي المسكين وتجود على اليتيم، ولهذا كانوا الناس يسميوها الصالحة. وهاد الصالحة كانت العدو الكبير ديال عاقصة، حتى سحر ما خلاته إلا وجربته حتى تهلكها وتهلك أرضها، لكن الله كان حافظها وحافظ جنانها. ومرت الأيام والحسد والحقد في قلب عقيسة شاعل كيف النار تاكل الخضر واليابس. واللي زاد في نارها أكتر هو أن الصالحة ولدات توام يطيروا العقل بالزين. أيوة هاد الشي ما عليه صبر، حيت عقيسة مريضة بالعقر. ايوا عقيسة جمعت شياطينها في واحد الليلة كحلة زحلة وقالت ليهم: الليلة بغيت يصبح الجنان رماد باش ما تلقى البهيمة ما تاكل ولا العباد. بغيت نشوف الصالحة مدلولة، لا دار لا أرض لا منى لا ولاد. سمعوا شياطينها الكلام وقرروا يطبقوا الحكام، لكن شي شوية رجعوا الشياطين حازنين مدلولين. وقال كبيرهم لالا عقيصة: لالا عقيصة، الله حافظ الصالحة والجنان ما لقينا طريق، جنانها محروس ما تدخلوا جنانها محروس ما تدخليه لا بهدية ولا بفلوس. رجعت عقيصة لفراشها، خرجوا الشياطين وجلست تفكر بالمكيدة، حيت دابا الصالحة ولات شوكة في حلقها وعافية ما بين لحمها وعرقها. ضحكت عقيصة وقالت: صافي لقيتها، غدا يا الصالحة تفطري بالدموع وتعشي بالندامة. صباح الصباح وديك صح، وفقت الصالحة تفطر ولادها، لكن المسكينة ما لقات غير الفراش. مست الفراش ولقاتو بارد، وعرفت أن صاحب الفعلة دارها بالليل. هادي فعل عقيصة. تجمعوا أهل القبيلة ناويين الباس. ايوا عقيصة طغات وما بقى كفاها أذى العباد، ولا تزادت خطيف الولاد. هجموا على دار عقيصة وخلصوا القبيلة من مصايبها. ايوا غير هرسوا الباب وما لقاو غير الضباب، الريح كتصفر. هربت عقيصة من بعد ما خطفت الولاد، وحتى واحد ما عرف ليها طريق. الصالحة مسكينة ما لقات ليها جهد، هزت يديها للسما ودعات دعوة ما يردها بواب، حيت كيف ما كتعرفوا دعوة المظلوم ما بينها وبين الله حجاب. عقيصة ملي خطفت الولاد خوات القبيلة وشدت طريق طويلة اللي ما ليها عنوان، وبعد 3 أيام من المسير وصلت لقبيلة الصيادة. وهاد القبيلة كانت عند الواد عايشين غير على الصيد، والواد ديما عليهم جواد. ملي جات عقيصة دقت الخيمة في القبيلة ونوات تبات الليلة، وعجبها المكان، وإلا عجبها المكان تخلي الإقامة طويلة. دازت 3 أيام وعقيصة في القبيلة، الناس شافوا أن الحوت من بعد الصيد بسرعة تعطي ريحته، وإلا ما تكال في نهارو ما تنفع معاه لا ملحة ولا قديد. تجمعوا الكبار والعيان القبيلة باش يعالجوا القضية ويشوفوا ليها شي حل. سولهم كبير العيان: ومن امتى هاد الحالة في القبيلة؟ جاوبوا كبير الصيادة: أسيدي هادي 3 أيام، الواد بخل علينا بحوته واللي صيدناه في نهار تعطي ريحته. تكلم واحد الصياد وقال: هادي 3 أيام أسيدي، دقت واحد المرأة خيمتها قدام باب داري، لا هي ضيفة ولا يدخل عندها ضيف، إلا شفتيها ما تصرب شوفتها، وإلا سمعتيها ما يعجبك حديتها. وقف كبير القبيلة وقال: هاديك ضيف النحس، ضيف منبود من سلايف وجدود، الليلة ما ليها مباتة في قبيلتي، عطيوها مونة الطريق وخرجوها، هاديك ما تصلح لا صديق ولا رفيق. وفعلا جاو الصيادة جمعوا العقيصة الخيمة وعطوها مونة الطريق وخرجوها ونقاو القبيلة من شرها ونحسها. وهكذا القبيلة اللي مشات لها عقيصة ما تفوت فيها 3 أيام حتى تجري عليها، حيث بسرعة كتكوى بنار نحسها. وبعد يوم جديد من المسير شافت أنها على بواب قبيلة جديدة،
ومن سماها صافية باينة قبيلة سعيدة. كانت هذيك قبيلة القاضي بومفتاح. القاضي اللي لجأ ليه ما يتظلم، الغني عنده بحال الفقير، والكبير عنده بحال الصغير. وكان القاضي بومفتاح ما يخفي عليه سحر السحارة ولا سلعة العطارة. كان عنده جماعة من السحارة لكن ما يخدموه غير الخير وماشي الأذية. دقت عقيسة خيمتها ونوات تبات الليلة. إلا عجبتها القبيلة تخلي الإقامة طويلة كيف العادة. ومرت 3 أيام وشافوا الناس باللي كثرت الخصومة بيناتهم، الغني ياكل الفقير والكبير يحق الصغير. والقاضي بومفتاح عمرهم ما داروا الشكاية الصف قدام الباب، وعمر الخصومة ما كانت في المال والعرض. جلس القاضي كيفكر مع صحابه، اش هاد الشي تسلط على القبيلة، عمرها ما تشكات الجورة والمكيدة، وهاد 3 أيام صبح الظلم قاعدة. قال لي صاحب، إلا سمحتي لي سيدي القاضي، هادي 3 أيام جات واحد العجوز، واحد العجوزة غريبة على القبيلة، ما ترتاح لشوفتها وما يعجبك كلامها، ومعها 2 صبيان صغار ما بينينش من توبها. ياك ما جابت معها النحس والبغيضة القبيلة سيدي بومفتاح؟ جاوبوا القاضي بومفتاح، انتوما كتعرفوني ما نبغي الظلم، جيبوها نسمع حكايتها، الا كانت ضيفة نكرموها، وإلا جايبه البلا القبيلة الليلة نطردوها. سألها القاضي بومفتاح، شكون انتي؟ واش جابك لقبيلتنا؟ خافت عقيسة من الكلام، لكن الداهية عرفت ترد. جاوبته وقالت، جيت من قبيلة بعيدة، دازت عليها أيام شديدة، زارها القحط وطول الزيارة ما خلى فيها لا عود نابت لا نوارة. يا سيدي بومفتاح، هزيت وليداتي وأخوات القبيلة وقصدت قبيلتك، إلا قبلتو على هذاك المنايا، وإلا ما قبلتو نعاود رجايا. ملي شاف القاضي بومفتاح الوليدات منورين ووجه عقيسة مظلم، سألها، أنا شاك في أمرك، ولادك منورين وانتي ما تشبهي ليهم، ولادك باقيين ديال الرضاعة، وانتي العكاز ما تفرطي فيه، هادوك ماشي ولادك. انا غادي نرسل الزرزور يجيب خبارك، الا كانت صادقة نقادو ليك، والا كانت كاذبة نرميوك لجهنم. القاضي بومفتاح كان عنده واحد الطير اسمه الزرزور، كان يجيب ليه الخبار بحال سيدنا سليمان، وهكذا كيعرف الصدق والكاذب والمغلوب والغالب. حبس عنده عقيسة وخلى عنده الولاد وتسنى الطير تجيب ليه الخبار. مع الفجر رجع الطير وجاب أخبار عقيسة بلا زيادة ولا نقصان. عرف حكاية الولاد وحكاية جنان وحكاية قبيلة الصيادة، عرف سباب الخصومة اللي زارت قبيلة اللي كان يضرب بها المثل. صباح الصباح وجاب معاه الصفا، التجارة والفلاحة والخدارة والجزارة تصفاو وما بقات بيناتهم خصومة. خرج بومفتاح عقيسة وجمع السحارة ديالو وقال، عرفنا حكايتك عقيسة ودقنا ايديتك، ودابا دارت عليك النوبة، كيف ما اديتي تاداي، وكجزاء ليك غادي يمسخوك السحارة ديالي. اختاري، يا جرانة يا جرادة يا دبانة. عرفت عقيسة ان هذه الاخرى ليها، وحتى شي سحر ما غادي يصدق ليها، وقالت، الجران صداع ما يادي، والدبان يقهروه الوسادي، اما الجراد كيهلك الشجر والجرادي. اختارت الجرادة اسيدي بومفتاح. فرمشت عين صبحت عقيسة جرادة وطارت من الشرجم وما عرفوها فين غادا. المهم مشى الباس والظلام اللي بان في الناس القبيلة، ورجعت لصفاها ونورها. بعد ايام رجع القاضي بومفتاح لولاد لامهم الصالحة، ورجعت فيها الروح من بعد ما كانت تبكي وتنوح. في الصباح التالي صبحت القبيلة على سحابك حلا قاصداهم. هذا كسر بالجراد، جابتو عقيسة قاصد جنان الصالحة، جاي يهلك الشجر ويخلي الحجر. دخل السرب للجنان لكن ما قدر ياكل حتى ورقة من الشجرة، اللي داق شي شجرة يلقاها مالحة، مع ان الشجر كله غير عنب وتفاح وليمون ورمان، كله حلاوة. تقلبت الآية، خرجوا ناس القبيلة رجال ونساء ودراري يصيدوا الجراد اللي حصل في جنان الصالحة. ناس القبيلة تزردوا 3 أيام، حيت الجراد هذيك الايام ما كان فيه دواء، كان الغني ياكل والفقير، حيت كان بحال الغنم سارح في الشجر والزرع. في الجراد بقات جرادة مالحة بزاف، وحتى حد ما قدر ياكلها، اللي يحطها في فمو يرميها، حيت حتى واحد ما عرف ان هذيك الجرادة المالحة هي عقيسة. وبقات عقيسة جرادة مشوية ومرمية حتى كلاتها الريح مع الايام.
اما الولاد كانوا يغنيو من هذيك الليله ملي عرفوا الحكايه: اجرده مالحه فين كنتي سارحه في جنان الصالحه، اش كليتي اش شربتي غير التفاح والنفاح، والحكمه بيديك يا قاضي يا بو مفتاح. ايوا كي جاتكم الحكايه؟